Your clothes. Nani? Give them to me. Now. عمرك تخيلت ان تليفونك او اللابتوب بتاعك ممكن يكون في يوم من الايام سبب موتك؟ اكيد لا، ده قاعدين معاك ليل ونهار تحت امرك وخدمتك. بس ليه مش كل الناس بتفكر كده؟ ليه في ناس من سنين ومن بداية ظهور الروبوتات وهم خايفين منهم ومتوقعين في اي لحظة ان هم يعملوا انقلاب ويقتلونا كلنا؟ تطور خوف الانسان من الروبوتات ليه عدة عوامل. أول عامل هو عدم الثقة أصلا في الذكاء الاصطناعي. عندك الدراسة دي سنة 2021 بتقول إن 52% من الناس قلقانين من فكرة إن الذكاء الصناعي ممكن ياخد قرارات بدون إشراف بشري. الفكرة إن البشر عندهم مشكلة إنهم ياخدوا قرارات بتتعامل بشكل آلي. تاني عامل هو خوف الناس المتزايد إن هم يخسروا شغلهم. دي دراسة بتوضح إن الروبوتات والذكاء الاصطناعي ممكن تستبدل أكتر من 800 مليون وظيفة عالميا بحلول 2030. ده بيخلي ناس كتير تشوف الروبوتات كتهديد مباشر لرزقهم. يعني ثالث حاجة واللي انا جاي اتكلم عليها النهارده هو الاثر الثقافي للافلام. جه واحد وقال لك هنعمل فيلم نستخدم فيه الروبوتات عشان نعمل فتنه بين الاغنياء والفقراء. يا ساتر، ده كان من اوائل الافلام اللي روجت لفكره شر الروبوتات. تاني فيلم عندك سنه 1968 فيلم خيال علمي بيستعرض رحله فضائيه لكوكب المشتري. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. لكن خلال الرحله الروبوت اللي معاهم بيقلب عليهم وبيرفض اوامرهم بعد ما عرف ان هم بيخططوا يستغنوا عنه. I know that you and Frank were planning to disconnect me. تالت فيلم سنة 1984 المشهور طبعا ذا ترمينيتور، بيتكلم عن روبوت تم إرساله من المستقبل عشان يقتل القائد المستقبلي لحركة المقاومة ضد الآلات. طبعا ظهر الروبوت أرنولد دلوقتي من غير ملابس داخلية. أول لقطة ليه هيقابل شخص ياخد منه هدومه. Your clothes. Nani? Give them to me. Now. آخر روبوت معانا كان في فيلم بلاك ميرور سنة 2017. الفيلم بيعرض كلاب روبوتات وهم بيطاردوا البشر. We find a dog at the warehouse. يعني البشر اصلا بيخافوا من الكلاب العاديه، تخيل يبقى ده كلب وروبوت في نفس الوقت. الحلقه دي بتعرض ست بتحاول تنفد بجلدها بعد مهمه عملتها، وواحد من الكلاب دول بيبدا يطاردها. But my guess is it's still operational. كل الافلام اللي انا وريتها لك دي من زمان وهي بتحاول تنشر فكره شر الروبوتات وبتفكرنا ان التكنولوجيا ممكن في اي وقت تقلب علينا. طبعا انا مش بقول لك ان الموبايل او اللابتوب بتاعك دلوقتي بيعمل مؤامره عليك، لسه بدري، بس احتياطي يعني. بدل ما انت شغال شتيمه في شات جي بي تي وسيري، حاول من فترة تانية كده تقول لهم شكرا. يعني محدش ضامن نفسه الأيام دي. بشوفك الفيديو الجاي.